بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فالرجولة يا أحبتي في الله هي قول في الحق وصدع بالحق أيضا، وتحذير من المخالفة من أمر الله سبحانه وتعالى، مع الحرص الشديد والفطنة على أن لا يقع الإنسان في الخطأ. يقول عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فالرجولة هي صمود أمام الملهيات واستعلاء على المغريات حذرا من يوم عصيب من يوم القيامة. يقول عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالرجل الحق هو الذي دائما يصدق في عهده ويوفي بوعوده ويثبت على الطريق. يقول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وليس من الرجال الذين نعنيهم هم أولئك الذين يعبئون من الشهوات أو الغارقون في الملذات والمحرمات، الذين قعدوا عن معاني الغايات وأعرضوا عن عبادة خالق الأرض والسماوات. وليسوا أولئك الذين ضخمت أجسادهم وقد خلت من قول الحكمة ألسنتهم وسداد الرأي عقولهم. فهؤلاء الرجال إنما هم أشباه رجال، بل نبغي بكلامنا الذي عناهم القرآن: الرجال الذي قال الله فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فليست من الرجولة عباد الله أن يكون الشاب كالإمعة، إن أحسن مع الناس، وإن أساء الناس أساء مع الناس، وإذا ولج أصحابه في مستنقعات السوء جرى معهم لكي يكون رجلا كما يزعمون. فليس من معالم الرجولة أن تكون غايتك أو مرادك أو مراد الشاب هو شهوة قريبة أو لذة محرمة في ليلة عابثة بلا رقيب ولا حسيب. فأين هذا من رجل؟ يقول الله صلى الله عليه وسلم: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق في المساجد. وأين هذا من رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وأين نحن أو ذلك من الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وأيضا أين هم من الرجلين الذين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟ فالأولون هم الذين لا يحبهم الله، الذين قد أغرقوا أنفسهم بالملذات والشهوات. وأما الآخرين فالله يدنيهم منه ويظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. Manhood means determination in opinion and coming out openly with the truth and displaying it, or displaying wisdom in warning against the rejection of the truth. Manhood means being avoiding bad behavior and being on one's guard against the difficult day of the day of resurrection. Allah subhanahu wa ta'ala says, which means men whom neither trade nor sell diverts them from the remembrance of Allah, nor from performing as-salah, nor for giving zakah. They fear a day when the hearts and eyes will be overturned, meaning from the horror and the punishment of the day of judgment. A real man is sincere in his word, fulfill his promises, and remains firm on the straight path of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, which means among the believers are men whom have been true to their covenant to Allah. Of them, some have fulfilled their obligations, and some of them are still awaiting, but they have never changed. The men whom we speak are not those who have sunk deeply into the worldly pleasure, those who do not aim for high moral standards, and they turn away from Allah subhanahu wa ta'ala.
They are not those of imposing physical stature, or those whose mind are very little in sense, in making sense. For such people are most certainly not real men. The real men whom we are talking about today are those whom